السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا للبتنجان من غير قلي، من غير دهون كتير. وصفه تعتبر صحيه، مغذيه، مفيده جدا جدا. سامعين القرمشه بتاعتها؟ مقرمشه وطعمها حلو قوي قوي ومشبعه كمان جدا. تنفع معاكي في اي نظام دايت انت عاملاه. دي وصفة للبتنجان محشية أي حشوة أنت بتحبيها. هقول لكم على كذا أفكار تقدروا إن انتوا تجربوها وتشوفوا هتحبوا إيه أكتر حاجة فيها. أول حاجة جبنا البتنجان عندي بنفس الحجم ده أو حجم أصغر أو أكبر حسب الحجم المتاح عندك، وهنبتدي إن احنا نقطعه شرايح، بس شرايح تكون سميكة شوية بحيث إن احنا هنفتحه ويتحشى زي الساندوتش عادي. تمام، يبقى احنا هنجيبه الحجم المتاح عندك، بس هتقطعيه. أهم حاجة إن انت تقطعي الحجم يكون فيه سمك شوية عشان تقدري تقسميه على اتنين. تمام، هخلص المقدار اللي عندي حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها. ممكن اصلا ان انت تعمليها وتحضريها وتقفليها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها بس على التسويه على طول. تمام، وباجي بقى افتحها من النص زي ما انتم شايفين كده، كاني بفتح سندوتش عادي جدا. بس اهم حاجه تفتحوها لحد الاخر بس ما يتقطعش منكم عشان تبقى الحشوه داخله في كل حته في قلب البتنجان. تمام. طبعا عايزه الكميه كلها تكوني حاشيها او ساده براحتك، ممكن تعملي شويه وشويه. طيب هنحط بقى بعد كده بوله فيها ميه وفيها معلقه كبيره من الملح، وهننزل فيها البتنجان ده مش اقل من نص ساعه عقبال ما احضر الحشوه بتاعتي. تمام، يبقى انا قطعت نصه على الحشو، والنص التاني هيكون بتنجان ساده عادي. خلاص، هسيبه في الميه ديت مش اقل من نص ساعه، ميه وعليها معلقه كبيره بس من الملح. اهم حاجه بس الميه تكون مغطيه البتنجان تماما. طيب الحشوه بتاعتي انا هنا هعمل حشوه ميكس جبن مع بسطرمه، يعني هي بالظبط شريحه بسطرمه صغيره قوي مع شويه فلفل مع رشه صغيره جدا من بقدونس ومعلقتين كبار من الجبنه البيضاء، وكمان شويه جبنه موتزاريلا. طبعا الحشوه دي اختياري براحتك، عايزه ان هو يبقى ساده اوكي، عايزه تحشيه مثلا لحمه مفرومه او اي حشوه تاني بقى موجوده عندك تقدري تحشيها حشيها عادي. هي اصلا كميه صغيره جدا، وزي ما قلت لكم عملت يعني شويه حشيتهم وشويه هيكونوا ساده عادي. طيب البتنجان ده هبتدي ان انا اصفي بس منه الميه. اهم حاجه ما يكونش فيه نقطه ميه خالص، حطوه على فوطه عشان تمتص كل الميه اللي موجوده فيه. اهم حاجه قبل ما تحطوه في الحشو ان هو يكون ناشف تماما من الميه. طيب بعد كده دلوقتي هنحضر بقى التغطيه اللي هيتحط فيها البتنجان. عندي معلقتين كبار من الدقيق الاسمر او دقيق الشوفان او الدقيق العادي، وعليهم بضايه وكمان رشه ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه شطه لو انت عايزاها تكون سبايسي. تمام، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهبتدي ان احنا نخف الخليط دوت بالدقيق او بالميه لحد ما نوصل لقوام زي اخف يعني من قوام الكيك كده بشويه صغيرين. هنقلب كل الكلام ده مع بعض. ده اللي هو الكفر اللي بينزل فيه الاول البتنجان، وبعد كده غير الكفر اللي هو الاخير. زي ما احنا قلنا النهارده عاملين وصفه بتنجان من غير قلي في الزيت. ودي عندي كورن فليكس ساده اللي هو بيكون رقائق الذره، ده ساده معلوش اي حاجه. انا هزود عليه رشه شطه بس صغيرين او بابريكا. وهبتدي ان انا اخد البتنجان اول حاجه احشيه بالجبنه اللي انا الخليط الميكس جبنه اللي انا حطيته. زي ما قلت لكم ده اختياري، تقدروا تستغنوا عنه خالص وتعملوه عادي جدا. بس ده بيدي طعمه لذيذ جدا، بيودي طعم البتنجان في حته تانية خالص. هحشي بقى الكميه اللي انا فتحتها، وكمان ما ننساش رشه الجبنه الموتزاريلا في كل واحده منهم، رشه صغيره جدا يعني تكاد لا تذكر. فدي تعتبر وصفه صحيه وكمان مشبعه جدا جدا، يعني لو انتوا كلتوا واحده اساسا هتلاقي نفسكم شبعتوا منها تماما. لو باللحمه المفرومه كمان بيبقى طعمه حلو قوي قوي. طبعا اللحمه المفرومه لازم تكون اللي هي متعصجه، ما ينفعش تحطوها ان هي نيه في الحشو. هخلص المقدار كله وهبتدي بقى اللي انا احطه في الخليط اللي هو بتاع الدقيق. سواء قلنا زي ما احنا قلنا سواء دقيق عادي او دقيق شوفان، بس طبعا الافضل يكون دقيق شوفان او دقيق اسمر. وهبتدي ان انا اقفلهم وادخلهم في الفريزر مش اقل من نص ساعه قبل ما ابتدي في مرحله التسويه بتاعتي. كده انا خلاص خلصت المقادير اللي هي محشيه، والباقي كله هيكون ساده عادي. هبتدي بقى انزله في الخليط اللي هو الخليط السائل اللي عندي الاول، وبعد كده في الكفر اللي هو بتاع الكورن فليكس.
تاكدوا بس ان هي مقفوله كويس قوي عشان ما فيش اي جبنه تطلع من بره تديله لسعه في الفرن او حاجه. وبقفله بالكورن فليكس كويس جدا جدا. طبعا الكفر ده اختياري، ممكن تحطي اللي هو البقسماط العادي او اي بقى نوع كفر انت بتحبيه تقدري تستخدميه عادي جدا، بس ده بيدي طعم لذيذ قوي، وكمان بيكون ثابت على طبقه البتنجان، مش بيروح مش بيتحرك منها خالص. هخلص المقدار كله وهدخله على الفريزر مش اقل من نص ساعه قبل ما ابتدي ان انا اسوي فيه، عشان الكفر يتماسك عليه جدا. طيب هنسويه بقى ازاي التسويه بتاعتها؟ طبعا انا هنا مش قلياه، انا هنا حطاه في الفرن، صينيه فرن عادي جدا، دهناها دهنه صغيره جدا من الزيت، وهبتدي ارص عليها البتنجان وهدخلها على درجه حراره 170 بالظبط، ما اخدش معايا ربع ساعه في الفرن، بقيت اقلبه على الناحيتين لحد ما ياخد لون ذهبي وتسويه مظبوطه. ده شكله بعد ما استوى، ريحته بجد رهيبه، لازم تجربوه. الطبقه متماسكه جدا عليه، طعمه لذيذ جدا جدا. يا رب تجربوه تعجبكم، تقدروا بقى تعملوا منه الطعم اللي انتوا عايزينه وتحتفظوا بيه في الفريزر، تعملوا مثلا كميات وتشيلوها. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. كنت معاكم اسراء طارق، السلام عليكم.